بعد طوفان نوح العظيم عليه الصلاة والسلام بدأ العهد الثاني للبشرية. من بعد الطوفان بقرون بدأ عصر الملوك والحكام، وتعاقب على هذه الأرض آلاف من الحكام والملوك الذين سعوا إلى توسيع ملكهم وتوسيع سلطانهم، فامتد حكم أغلبهم إلى حدود بلادهم، وبعضهم حكم دول وممالك، وآخرون دامت لهم إمبراطوريات وسلطنات، ومنهم من كان مؤمنا وفيهم من كان كافر، ومنهم من أفسد فيها وعلا وتجبر، ومنهم من عدل وكان قدوة في الصلاح والإصلاح. لكن 4 الذين هم فقط حكموا الأرض كلها من شرقها إلى غربها، فقد ملك الأرض 4، 2 كافرين و2 مؤمنين. المؤمنان ذو القرنين عليه السلام الذي هزم قوم أجوج ومأجوج، وسيدنا سليمان عليه السلام الذي أتاه الله ملك لا ينبغي لأحد من بعده ولا من قبله. والكافران النمرود ابن كنعان الذي تحدى الله عز وجل، الذي سلط الله عليه واحدة من أضعف خلقه وجنده فأهلكه ببعوضة. وبخت نصر الملك الذي سلطه الله على بني إسرائيل. فأحكي لكم يا أصدقائي عن ال4 مماليك الذين حكموا الأرض. في القصة الأولى النمرود ابن كنعان، أول طاغية ملك الأرض كلها هو النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن حام ابن نوح عليه السلام. كان ملك متكبر متجبر يحكم كل العالم من عرشه، وكان يحكم شعبه بالحديد والنار، كان متسلطا عليهم. فهو واحد من الملوك الذي حكموا الأرض ومن عليها، وهو أول واحد ادعى الألوهية وحط التاج على راسه، وهو أول واحد تعلم السحر، وتعلمه على يد مين؟ على يد إبليس لعنه الله. وقد بنى النمرود أحد عجائب الدنيا ال7 هو برج بابل العظيم. نشأ النمرود في أرض بابل الذي هي تعتبر من أعظم الحضارات على مر التاريخ. وقبل النمرود ما يبقى ملك ويحكم الأرض ومن عليها كان في رغد من العيش والطرف، كما كان حلمه الأول والأخير أن يصير حاكم للبلاد ومن عليها، ليس أن يكون حاكم لا منازع له. وفي أحد الأيام كان النمرود بيستحمى، وفي الحمام معاه كتير ستات حلوين، وهنا يشوف رجل أحدب يرتدي ملابس سودة مغطياه. دخل فجأة ومن غير استئذان، حتى النمرود نفسه استغرب ازاي الراجل ده وصل للمكان ده وجوه قصري. قال له الراجل الأحدب أنت الذي هتملك الأرض ومن عليها؟ اتضايق جدا النمرود والغضب كان هيطق من عينيه، وأمر الجنود يقتلوا الراجل ده وكل النساء اللي معاه علشان سمعوا الكلام اللي قاله الأحدب ده. وما أمر به النمرود حصل، وقتلوا الراجل ده وكل النساء اللي معاه. وطلع النمرود لغرفته لقيه نفس الراجل هو قاعد له في الأوضة مستنيه، وهو لسه قتله دلوقتي. وقال له النمرود والغضب يملى عينيه من أنت؟ قال له الراجل أنا ملك النور يوم أن خلق النور. لو عايز تبقى راجل قوي وحاكم وملك لكل البلاد دي لازم تشوفنا على حقيقتي. النمرود وافق، ويجي الرجل الأحدب يتمثل في هيئته الحقيقية. ولقد ظهر له رجل عظيم البنية، الشعر في كل جسمه، وهذا الرجل كان إبليس لعنه الله. وأمره إبليس أن يسجد له قصاد أن هو يديله القوة. ولبى النمرود رغبة إبليس وسجد النمرود لإبليس. وكان النمرود أول إنسان يبقى نفسه للشيطان مقابل النفوذ والقوة. وعلمه إبليس السحر وكيف يسحر الناس عشان يبقى أعظم حاكم على الأرض. وبعد ما تعلم النمرود كل السحر على يدين المعلم الكبير إبليس لعنه الله، فأمره إبليس أن يقتل والده علشان يقدر يقعد على العرش ويحكم الأرض. فاستجاب النمرود على كل طلبات إبليس وقتل أبوه، وفعلا بقي ملك من بعد أبوه، بقي ملك جبار متسلط وساحر، ومفيش حد على الأرض يقدر يعرف قوة النمرود. وبالفعل النمرود بقي ملك الأرض ومن عليها من البشر، وكان قوي يملك جيوشا لا تقهر. كان أول واحد يحط التاج الذهب على راسه، ويومها قال نحن ملوك كل الدنيا وما عليها. وبدأ النمرود يستثمر جيشه الجبار علشان يحتل كل البلاد اللي حواليه، وفضل يحتل الأرض لحد ما بقي
ملك الأقاليم السبعة، وكان النمرود يملك القمح والطعام، وله الأحقية الأولى والأخيرة في التصرف بهما كيف يشاء، يديهم للي هو عايزه ويحشهم عن اللي هو عايزه. وفي أحد الأيام رأى حلم في منامه، يصحى من النوم مفزوع، شاف كوكب طلع في السماء غطى على ضوء الشمس لدرجة ان هو غطى على الشمس كلها، والنمرود أرسل يأتوه كل الكهنة والمنجمين لتفسير وتأويل رؤياه، فكان ردهم عليه هيتولد ولد هيكون هلاك النمرود على ايديه، فكان طاغية متجبر، فأمر جنوده يقتلوا كل طفل اتولد هذه السنة. وفي هذه السنة ولد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن أمه خبته من كتر شدة خوفها عليه، أحسن النمرود يلاقيه ويقتله. فقد كان الناس يخرجون من كل فجوج الأرض عايزين الطعام من النمرود. وفي يوم من الأيام خرج نبي الله إبراهيم عليه السلام يختار الطعام مثلهم، فرأى ملك يمر بين الناس ويسألهم من ربكم، فالناس تجاوب على سؤاله وتقول له أنت ربنا الأعلى، حاشا لله. وكان النمرود ماشي وشاف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويسأله من ربك أيها الغلام، فيرد عليه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائلا ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود أنا أحيي وأميت من أشاء. فأمر النمرود جنوده يحضروا له 2 من الناس، يقتل واحد ويسيب واحد. فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام إذن أحيي من قتلته. فعجز النمرود عن الإجابة، فقال لسيدنا إبراهيم متهكما وماذا يفعل ربك؟ رد عليه سيدنا إبراهيم قائلا ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. فعجز النمرود للمرة الثانية عن اللي قاله له سيدنا إبراهيم. من كتر إحراجه بين الناس منع سيدنا إبراهيم يأكل طعام من طعامه، فطلب سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يأخذ البعض من رمل المدينة رغبة أن يتطيب أهله برائحته. وعندما عاد سيدنا إبراهيم إلى أهله وبلده ونزل عن رحاله ودخل بيته ونام، أثناء نومه فتحت زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام الرحال فتجد أطيب الطعام في رحال زوجه، فقامت وأعدته وهيأته، فكان أطيب ما يكون. عندما قدمت زوجته إليه الطعام سألها عليه السلام من أين هذا؟ فأجابته أنت من أحضرته معك. فعلم سيدنا إبراهيم إنه من عند الله سبحانه وتعالى، حمد الله عز وجل وأثنى عليه وتناول طعامه. وبعدها ذهب إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله، إن الله وحده لا شريك له، ويقفوا عن عبادة النمرود، بس قومه كذبوه ورفضوا ما جاءهم به. فذهب سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أصنامهم الذين يعبدوها وكسرها جميعها إلا الصنم الأكبر. وعندما جاءوا واكتشفوا ما حل إلى آلهتهم أتوا بسيدنا إبراهيم عليه السلام وسألوه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فجاوبهم عليه السلام قائلا كبيرهم هذا فاسألوه إذا استطعت. بيسألوا بعضهم وبيقولوا إزاي صنم لا ينفع ولا يضر يكسر كده. فأخذوه إلى النمرود علشان يعاقبه، وهناك كانت الفرصة سامحة للنمرود عشان يعاقب سيدنا إبراهيم، أن ينتقم من سيدنا إبراهيم عليه السلام على ما فعله به من قبل. فأمر النمرود جنوده أن يجمعوا حطبا قصيرا وكبيرا ويحفروا حفرة كبيرة جدا ويحطوا فيها الحطب ويولعوا فيها. فالجنود لبيك يا نمرود، وعملوا اللي عايزه النمرود واشعلوا النيران، والنار كانت أعظم نار جت على وش الأرض. وأتوا بسيدنا إبراهيم عليه السلام ورموه فيها بحاجة اسمها المنجنيق، وسابوا سيدنا إبراهيم 3 أيام النار تحرق فيه علشان يعرفوا يجمعوا رماد العظم بتاع سيدنا إبراهيم، وده علشان كان أول واحد يتمرد على الآلهة الصماء. وبعد أيام عديدة انطفأت النيران ووجدوا سيدنا إبراهيم كما كان لا يمسه غبار إلا أكلت الحبل اللي مربوط بيه سيدنا إبراهيم بإيديه. فغضب النمرود غضب شديد جدا، وبدأت الناس تؤمن برب سيدنا إبراهيم عليه السلام، يؤمنون ويصدقون بما جاء به. فلم يجد النمرود إلا طريقا واحدا، فطلب المساعدة من إبليس لعنه الله. فقال له النمرود ما الذي يملكه إبراهيم؟ لا أملكها أنا. فقال له إبليس إنه شيطان من الشياطين، فلم تمسه النار بسوء. وما قالوش إن سيدنا إبراهيم نبي من عند الله نزل بالحق وكلام الله. فسأل النمرود بتكبر والتجبر والغرور ما الذي يملكه إبراهيم؟ لا أملكه أنا. فرد عليه إبليس قائلا لا يملك شيء إلا الحيلة. فأعلن النمرود تمرد عظيم على إبليس الذي كان بالنسبة له حليفا وصاحبا. فأرسل الله سبحانه وتعالى ملك من السماء
يدعو النمرود لعبادة الله ويبقى على ملكه. فقال النمرود المتكبر بغير الحق رد على هذا الملك الذي بعثه الله سبحانه وتعالى حسب الروايات قائلا: فهل هناك إله غيري؟ فملأ قلبه الحقد والكبر والتجبر فأصبح غير قادر على فصل الحق من الباطل. رفض النمرود بما جاء به الملك، فأرسل الله إليه ملك آخر فرفض، فأرسل الله إليه ملك ثالث فرفض. قال النمرود على حسب الروايات: كل ربك اجمع جموعك وأجمع جموعي خلال 3 أيام. وجمع النمرود جيوشه في 3 أيام. وعندما كان اللقاء أرسل الله سبحانه وتعالى جيشا عظيم من البعوض أكلت لحومهم وشربت دماءهم، فتركت جيشه من حوله عظاما بالية وقتلت كل الجيوش إلا النمرود. فأرسل الله عليه بعوضة دخلت أنفه واستقرت في دماغه، فكان النمرود لم يهدأ إلا إذا ضرب بالمطارق الحديدية والأحذية. فكان النمرود يتوسل إلى خدمه أن يضربوه بالنعال حتى يهدأ عنه الألم قليلا. قيل إن النمرود تعذب بهذه البعوضة طيلة 400 سنة، فكانت نفس المدة الذي حكم فيها النمرود بالتجبر والتكبر وتعالي على الناس، فقد عذبه الله سبحانه وتعالى ببعوضة صغيرة حتى كانت السبب في هلاكه. يقال أيضا إن النمرود مات مجنونا من كثرة الضرب الذي تعرض له. هذه كل نهاية ظالم متجبر بغير الحق. فإن الله هو الواحد الصمد، الإله الواحد المتكبر المتجبر الرحيم الرؤوف، فهو الإله وهو الحق وهو الخالق، فله كل الخلق وله الأمر، تبارك الله رب العالمين. وبهنا يا صديقي بينتهي الفيديو، وانتظرنا في الفيديو اللي جاي عن ذو القرنين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة، ونقول سلام سلام سلام.